بغض النظر عن ان انا عارف انه مش هيتحاسب ومحدش بيحاسب الناس دي على اي كلام بتطلع تقوله في حق نادي الزمالك، ومحدش هيهتم اصلا بشكوى الزمالك، ولكن انا طالع ارد على سؤال بيتردد في الاعلام وعلى السوشيال ميديا وعلى لسان كل اهلاوي: هو الزمالك جاب فلوس منين؟ انت مال امك. والحقيقة ده الرد الأمثل على أي حد بيسأل السؤال ده، علشان مش من حق حد أصلا غير المؤسسات والجهات المعنية هي بس اللي تدور ممكن يكون الزمالك جاب فلوسه منين. يلي ما بتتسألش مصادرك منين، يلي ما بتتسألش فلوسك منين وبيتقال مصادر معروفة ولكن هي غير معروفة، انت كل اللي شغلك وكل اللي مضايقك وكل اللي قهرك هو النادي ده بيقف على رجله ازاي، هو النادي ده ما بيقعش ليه، هو النادي ده بعد كل الهدة اللي بنهدها له دي مش عايز يبقى زي الاسماعيلي والاولمبي والترسانة والناس دي ازاي، بناخد نجومه وبياخد بطولة، بنهد الفرقة بتاعته وقادر ان هو يكمل، بنهد النادي وموارد النادي وقادر برضه ان هو يكمل، مديون وطالع عينه، ورغم انه خد الدوري ممكن ما يخشش افريقيا عشان خاطر الرخصة الافريقية، ورغم ذلك بيسد اللي عليه ومكمل وهيخش ان شاء الله البطولة وهيقدر ان هو ينافس عليها، وقاعد ومرضيك. ده اللي مضايقك وده اللي حرقك وده اللي مشغل الغل جواك، ازاي نادي الزمالك ما بيقعش؟ خلينا بقى نسأل السؤال الأصح، مش الزمالك بيجيب فلوسه منين، الزمالك واقف على رجليه ازاي وما بيقعش ازاي؟